مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه، ويلا بينا نستكمل السلسله لوظائف المصارعين قبل المصارعه وقبل الشهره. وقبل ما ابدا ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا بينا. واول مصارع هنبدا نتكلم عنه في الحلقه دي وهو البرتو ديل ريو. البرتو اسمه الحقيقي خوزيه البرتو رودريجيز. في فتره الجامعه درس البرتو الهندسه المعماريه، ولما اتخرج اتجه على طول لعالم المصارعه وانضم على طول لاتحاد تريبل اي في حوالي سنه 2000 كده، وبدا مسيرته باسم دوس كارس، وده نسبة لابوه المصارع المشهور ساعتها في المكسيك اللي كان باسم دوس كارس برضه. البرتو برضه قبل ما يخش عالم مصارعة المحترفين، البرتو كان بطل المكسيك اصلا في المصارعة اليونانية الرومانية، وحصل على لقب افضل مصارع في لعبة المصارعة اليونانية الرومانية في المكسيك لعام 1997. فهو البرتو كان بادئ حياته وبادئ مسيرته بعالم المصارعة اصلا، وزي ما انتوا شفتوا لما انضم للدبليو دبليو اي كانت مسيرته ناجحة ازاي. عرف يحقق لقب الدبليو دبليو اي مرتين، ولقب الورلد هيفي ويت شامبيون مرتين برضه، وكمان كسب اكبر رويال رامبل اتعملت في تاريخ الرويال رامبل نفسه، علشان كانت مكونه من 40 مصارع مش 30. والبرتو كمان له شهره كبيره جدا في عالم المصارعه، وناس كتير تتمنى ان هو يرجع تاني لعالم الدبليو دبليو اي. والمصارع التاني اللي هنتكلم عنه في الحلقه دي وهو ال اي نايت. ال اي نايت واسمه الحقيقي شون ريكر، ومن صغره هو اصلا بيعشق المصارعه وكان بيحب يقلد النجوم زي ذا روك وستيف اوستن، وبدا حياته مع الاتحادات المستقله زي ان دبليو اي واتحاد اسمه تشامبيون شيب ريسلينج فروم هوليوود. مضى مع دبليو دبليو اي في 2013 لما دخل معاهم ال NXT تحت اسم سليت راندل، بس طبعا ما نجحش معاهم ومشي، ورجع كمل في التي ان ايه تحت اسم إلي دريك لحد ما رجع تاني ل NXT في عام 2021، وبعدها اتصعد للعروض الرئيسيه وزي ما انتم شايفين. طب ال اي نايت بقى كان بيشتغل ايه قبل كل الكلام ده؟ اول شغل ال اي نايت كان مندوب مبيعات، وبعد كده اشتغل مدرب كمال اجسام في جيم، ومن هنا هو ده اللي خلاه يحط ايده ازاي يبدا في عالم المصارعه. وفعلا بدا التدريب في عام 2003 لحد ما وصل دلوقتي واحنا شايفينه المصارع المشهور ال اي نايت. اما تالت مصارع هنتكلم عنه وهو واحد من افضل المصارعين اللي جم في تاريخ الدبليو دبليو اي كله، وهو الانيمال باتيستا. باتيستا وبدايته قبل عالم المصارعه حياته كانت صعبه شويه، كانت فيها مشقه، لان هو قبل الشهره وقبل كل الكلام ده اشتغل حارس امن ليلي للنوادي الليليه وكده، وكان مع الوقت كل شويه بيخش في خناقات وكان بيعمل له مشاكل كتير قوي. فهو قرر بعد كده ان هو يغير حياته ويسيب حياه السهر والمشاكل اللي بتيجي من وراه، وقرر ان هو يبقى لاعب كمال اجسام، وفعلا اتجه للسكه دي واشتغل على نفسه جامد جدا لحد ما عمل جسم جامد، وكان بيخش بعدها يعني بطولات محليه كده واهتم بجسمه كويس جدا. حتى باتيستا نفسه كان بيقول ان كمال الاجسام علمته الانضباط والصبر، حتى ده اللي كانت لفت نظره قبل كده ان هو يخش عالم المصارعه. واشتغل برضه يعني باتيستا في صالات الجيم، كان بينظف، كان ممكن يعمل صيانه للمعدات، كان بيشتغل مدرب لياقه بدنيه برضه، حتى اشتغل برضه لايف جارد اللي هو منقذ في السباحه وكده يعني. وفي سنه 1999 يقرر باتيستا ان هو يخش عالم المصارعه ويبدا تدريب فيها في المدرسه بتاعت عائله السموه، وطبعا دي معروفه عائله السموه دي في عالم المصارعه. وكان صاحب المدرسه دي ساعتها واللي اتدرب على ايده باتيستا وهو افا، وافا ده يبقى عم رومان رينز. وبعدها دخل الاتحاد التطويري تبع الدبليو دبليو اي واللي كان اسمه ساعتها الاو في دبليو. وفي سنة 2002 ظهر باتيستا لأول مرة في عرض سماك داون كحارس شخصي للمصارع ديفون دادلي تحت اسم ديكون باتيستا، لكن بعدها بفترة قصيرة وكده انضم لعرض الرو ودخل في فريق ايفولوشن مع تريبل اتش وريك فيلير وراندي اورتن، ومن هنا بدأ مسيرته الذهبية اللي خلته واحد من اعظم النجوم اللي دخلوا تاريخ الدبليو دبليو اي كله. ونروح للمصارع اللي بعده وهو ديميان بريست. ديميان بريست واللي اسمه الحقيقي لويس مارتينيز، من هو صغير كان عنده شغف جدا بالمصارعه والفنون القتاليه، وقبل ما يتجه لمجال المصارعه عامه لعب ديميان بريست في الام ام اي والكيك بوكسنج، وبرضه لعب كاراتيه كمان، وده كسبه مهاره واسلوب مميز جدا في لعب المصارعه. وكمان ديميان بريست اشتغل مدرب كمال اجسام واشتغل برضه مدرب فنون قتاليه مختلطه، وفي اول الالفينات دخل اكاديميه مونستر فاكتوري، ودي نفس المدرسه اللي اتخرج منها نجوم كبير زي بيك شو شيماس على فكره. وده راح اتحاد الرينج اوف اونر والنيو جابان برو راسلينج، وكان بيلعب تحت اسم بانشمنت مارتينيز لحد ما في عام 2018 انضم للدبليو دبليو اي وبقى المصارع ديميان بريست اللي انتم شايفينه دلوقتي. والمصارع اللي بعده اللي هتكلم عليه وهو الاسطوره ستينج. طبعا ستينج واحد من اساطير المصارعه المعروفين واللي ليه اسم كبير جدا في عالم المصارعه، ليه اسلوب مميز وفريد من نوعه، حرفيا ايقونه. ستينج بالرغم من كبر سنه واداؤه اكيد اقل على الحلبه، الا انه شغفه وحبه للمصارعه مخليه مش قادر يعتزل، لان هو لسه معتزل السنه اللي فاتت وعن عمر 65 سنه. انت متخيل واحد في العمر زي ده او في سن زي ده ولسه متجنن بالمصارعه ونفسه يكمل فيها؟ طب ستينج بقى قبل عالم المصارعه، ستينج لعب شويه في كره القدم الامريكيه بس مكملش، ولعب كره سله برضه قبلها وبرضه ما كملش، واشتغل بعد كده مدرب كمال اجسام ولياقه بدنيه في اشهر سلسله جيمات في العالم وهو جولدز جيم، واهتم بلياقته البدنيه وبصراحه عمل فورمه جامده جدا. وانضم للمصارعه يعتبر كده غالبا كانت بالصدفه، لان هو حضر ماتش الهالك هوجن وعجبته المصارعه وشكلها والاداء، فقال يستغل الجسم بتاعه
لانه زي ما قلنا هو عامل فورمه حلوه جدا، فقال يستغل ده ويخش مجال المصارعه. ومن هنا بدأ الاسطوره ستينج في المجال وبقى له بصمه في عالم المصارعه. المصارع اللي بعده اللي هنتكلم عليه وهو المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. درو اسمه الحقيقي اندرو جالاوي، وهو من اسكتلندا، ومن صغره وهو بيحلم اصلا انه يبقى مصارع وبالذات يكون نجم في الدبليو دبليو اي. لكن بالرغم من شغفه الكبير لعالم المصارعه الا انه كمل دراسته واخد شهاده البكالوريوس في علم الاجرام، وقرر ان هو لو ما نجحش في المصارعه خلاص هيكمل في المجال بتاعه اللي هو درسه. والحاجات اللي اشتغلها درو ماكنتاير قبل ما يكمل في عالم المصارعه، اشتغل شويه بارت تايم في صالات الجيم، واشتغل برضه ان هو يساعد الشباب على تمارين اللياقه البدنيه. لكن معظم الوقت اصلا كان بيتدرب على المصارعه عشان عايز يحقق حلمه ويبقى مصارع. وفعلا بدأ مشواره الحقيقي في المصارعه من هو اصلا عنده 15 سنه، وده كان في سنه 2000، وبدأ اصلا في الاتحادات الصغيره كده المحليه اللي كانت في اسكتلندا. وفي عام 2007 الدبليو دبليو اكتشفت درو ماكنتاير واسلوبه المميز في لعب المصارعه من الاتحادات المحليه اللي موجوده في بريطانيا، وبالفعل ما وقعوا معاه عقد رسمي وبقى واحد من نجوم الدبليو دبليو اي اللي كان فينس ماكمان عايزهم. حتى كمان هو اطلق عليه ساعتها لقب ذا تشوزن وان، وبقى دلوقتي درو ماكنتاير واحد من الاساسيين في عالم الدبليو دبليو اي. وهنا اكون خلصت الحلقه، وبكتبوا لي تحت في التعليقات مين تاني من المصارعين عايزين تعرفوا حياته كانت ماشيه ازاي او كان بيشتغل ايه قبل ما يخش عالم المصارعه. سلام.